عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم منى الصباحي. النهاردة أنا عملت جيلي بالمانجا وجيلي الفراولة. حطيت فيه رمان وحطيت يا مش فراولة، لا رمان ومانجا، معلش أنا يعني الحمد لله. يبقى عملنا جيلي حلو، الجيلي بالرمان والمانجا. الجيلي جبناه جيلي فراولة وجيلي مانجا. بسم الله ما شاء الله. وتعرفوا الخطوات من الايه، من الفيديو، وطريقة العمل تحفة 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 تحفة. بسم الله ما شاء الله. تمشوا على الخطوات هتدوكوا الشكل الجميل ده. ممكن بقى تحطي عليها فورماسيه كده نفرح ولادنا، وهي مش محتاجة اي حاجة. الرمان بسم الله ما شاء الله، بصوا عامل ازاي، والمانجا باينه اهي. بسم الله ما شاء الله. نقطع حته كده، بسم الله، نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. حبيبي يا رسول الله. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. كده اهو، كده بالراحه كده، ونطلع بقى حته حلوه كده. نسمي الله برضو، نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. حبيبي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. حبيبي يا رسول الله. بسم الله ما شاء الله. بصوا عامله ازاي، بصوا عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله. تحفه تحفه تحفه. والشكل طبعا تحفه. التصوير مش مديها حقها خالص. بسم الله ما شاء الله. بصوا تنفع تورتايه، تنفع تورتايه للعيد الميلاد. بسم الله ما شاء الله. بصوا المانجا فيها عامله ازاي، بصوا المانجا فيها عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله. بصوا المانجا، بصوا المانجا والرمان عامل ازاي. ايه رايكم؟ تحفه. اهي بترقص اهي، بصوا بترقص ازاي. بسم الله ما شاء الله. بترقص اهي، عشان وانتوا بتاكلوها كده ترقص، تفتح نفسكم خالص. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ايه رايكم؟ تعملوها ان شاء الله، تعملوها. واللي مش معايا على الصفحه يخش ينورني ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. اعملي بقى حلو الفراوله اللي بالرمان والمانجا ده، هيعجبكم جدا وهيعجب ولادنا. اهم حاجه يعجب ولادنا، مش لينا احنا، يعجب ولادنا. خلاص ان شاء الله يعجب ولادنا، وتعمليها لهم وتبقى طريقه تحفه كده. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. كده بصوا، كل واحد ياخد له خرطه كده كانك في عيد ميلاد. اعمليها في عيد ميلاد، اعمليها في اي مناسبه، حد جاي لك اعمليها قبليها بيومين ولا حاجه، وحطيها على الرف في الثلاجه، وطلعي منها وقطعي وفرقي على حبايبك. بسم الله ما شاء الله، هتعجبهم جدا. بصوا، بصوا الجيلي بيرقص ازاي. يلا بينا بقى، فرحي ولادك، ويلا تعالي معايا نشوف الطريقه اتعملت ازاي. يلا بينا. ودلوقتي قبل ما نقول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. حبيبي يا رسول الله. النهارده هنعمل حلو ايه، هوريكم الحلو اللي انتوا شفتوه. بسم الله ما شاء الله. حلو الجيلي، حلو الجيلي ده طريقة سهلة وحلوة لأولادنا وهم بيذاكروا كده. تكافئوهم على سؤال حلوه معاكم حلو، تكافئوهم على إنهم بيسمعوا الكلام. تقولوا لهم أنا عاملة لكم النهاردة أو هعمل لكم حلو الجيلي بالرمان. حلو الجيلي إيه بالرمان. أنا جبت حلة، حطيت فيها كوب مية، كوب مية اللي هو المج اللي احنا بنشرب فيه الشاي، غلي. حطيت عليه كوب تاني بارد وقلبته بالطريقة دي كده. الميه هنحط ايه بقى، قالب جيل اللي هو ايه، كيس اللي هو جيلي اللي ايه، جيلي الفراوله. يبقى انا جبت حله، حطيت فيها كوب ميه، غليت. بعد ما غليت طفيت عليها، حطيت ايه تاني، حطيت كوب ميه بارده عليه. وبعد كده حطينا كوب الجيلي كده بالشكل ده كده. قلبنا الجيلي كده لغايه ايه ما يدوب معايا ان شاء الله كده. واي حاجه تعمليها سمي الله وصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. حبيبي يا رسول الله. بسم الله. لو عندك اي دقيقه ولا حاجه قولي الدعاء بتاع سيدنا يونس. خلاص هنقول ايه الدعاء بتاع سيدنا يونس وهو في بطن الحوت. قال ايه، لا اله الا انت سبحانك اني كنت ايه من الظالمين. لو عندك اي كرب، عندك اي ضيقه، قولي الدعاء الحلو الجميل ده، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دايما ربنا، يعني ربنا كريم. لو حد عنده اي حاجه استعيني بربنا، ما تستعينيش بالمخلوق. المخلوق ولا حاجه خالص، المخلوق ولا حاجه خالص. لو ليه مصلحه عندك هيجري وراكي. ودلوقتي بعد ما حطينا الجيلي وقلبناه كده في مقادير الميه اللي احنا قلنا عليها، انا مش هقول تاني، شوفوا الفيديو من الاول. ويا ريت تكرموا منكم تشوفوا الفيديو للاخر عشان الصفحه تعلى شويه.
وتكبر بيكم ان شاء الله. احنا حطينا كده الجيلي وقلبناه. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب القالب بتاعنا كده القالب بتاعنا اهو، وهندلق فيه ايه؟ الجيلي بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. حبيبي يا رسول الله. كده دلقنا الجيلي بتاعنا. هنعمل فيه ايه بقى؟ هنحط فيه رمان. نحط بقى بتاع كوبايه رمان كده. بصوا، نحط فيه رمان كده، وبعد كده ندخل الجيلي بتاعنا في التلاجة على الرف. لو في مكان في الفريزر حطيه على الأقل ساعتين يجمد، أو ساعة ونص هيجمد ويبقى زي الفل. عشان إيه بقى؟ عشان نحط الطبقة التانية كده. بصوا، الرمان مالي السوق زي الفل. جبنا الرمان شطفناه، فصصناه، وبقى بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله. بصوا الرمان عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله كده. عايزه تنقي الرمان اللي بيبقى احمر قوي، نقي القشره اللي هي غامقه. نقي القشره اللي هي ايه، غامقه. ما تجيبيش القشره اللي هي بتبقى فاتحه. ده نصيحه مني. خلاص، نسيب بقى ده لما يتجمد ونشوف هنعمل ايه مع الجيلي اللي احنا حلو. الجيلي اللي احنا ايه بنعمله. يلا بينا دلوقتي حبايبي. الطبقه الاولى بسم الله ما شاء الله، بصوا عامله ازاي. تمسكت 4 ساعات في على الرف في التلاجة. ممكن ساعة واحدة في الفريزر. لو في حتة عندك في الفريزر حطيه في الفريزر. خلاص كده الطبقة الواحدة الأولانية خلصت. خلاص نركن بقى كده، ونجيب حلة غلينا فيها كوباية مية. غليت، حطينا فيها كوباية تاني بنفس المقدار اللي احنا حطيناه في الطبقة الأولانية. خلاص، أنا بقى هعمل الطبقة التانية إيه؟ هعملها مانجا. مين ما بيحبش فينا المانجا؟ بسم الله ما شاء الله. مين فينا ما بيحبش المانجا؟ أنا جبت طبعا باكو جيلي مانجا. نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. حبيبي يا رسول الله. نحط كده ونقلب بقى التقليبه اللي هي يبقى طريقه العمل الجيلي. اذا كانت مانجا او اي نوع، بنغلي كوبايه ميه اللي هو المج بتاعنا ده اللي هو بتاع الشاي، وبعد كده بعد ما تغلي نحط كوبايه تاني من الميه من الحنفيه، ميه بارده. خلاص، هنقلب بقى كده تقليبه حلوه لغايه ما يبرد خالص خالص خالص، ونشوف هنعمل ايه في الطبقه التانيه دي. يلا بينا يلا بينا. كده قلبنا الجيلي المانجا بسم الله ما شاء الله كده. عايزه تحطي عليه معلقه سكر. السكر بقى حسب الاحتياج. للناس اللي بتحب الحاجه مسكره ممكن تحطي معلقه، معلقه ونص سكر. انا ما بحطش السكر. خلاص، هنجيب بقى كده الجيلي بتاعنا كده بسم الله ما شاء الله. هنحط عليه ايه بقى؟ خليط الجيلي بتاعنا ده كده اهو، كده اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا الجيلي عامل ازاي. خلاص دلقنا الجيلي. هنحط فيه ايه بقى؟ هنحط فيه قطع مانجا. المانجا ماليه السوق دلوقتي، وممكن تجيبي مانجا تحطيها فيها. انا مفرزاها طبعا. انا مفرزاها كده. حط الطبقه التانية دي كده اهي كده اهو. وبرضك زي ما عملنا الطبقه الاولانيه هنعمل في الطبقة التانية اللي هو ايه بقى؟ اللي هو هنعمل نحط القالب بتاعنا ده في على الرف في التلاجة 4 ساعات، او في الفريزر كام ساعة؟ هي ساعة واحدة في الفريزر، وتشقري عليها هتلاقيها ماسكة وتمام التمام. خلاص عرفنا الطريقة الحلوة الجميلة دي. بسم الله ما شاء الله كده. يلا بينا بقى ندخله التلاجة مش أقل من 4 ساعات، يا إما في الفريزر هي ساعة واحدة. لو في مكان عندك في الفريزر وسعي مكان وحطيه، وابقي رجعي الحاجة اللي انت هتشيليها من الفريزر لمكانها تاني. يلا بينا نسيبه لما يجمد. يلا بينا. ودلوقتي حبايبي بعد الطبقة التانية بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده تحفة تحفة. تورتاية جيلي بالمانجا والرمان. بسم الله ما شاء الله. ممكن تعمليها في عيد ميلاد ولادنا، في عيد ميلاد أي حد تهديها لحد. يعني ممكن تستخدميها
لاي مناسبه. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. انا دلوقتي الطبقه الثانيه مسكت اهي، بسم الله ما شاء الله. هي بتاخد وقت شويه. هنركن بقى القالب بتاعنا كده، ونجيب الميه المغليه وعليها كوبايه الميه البارده. قلبناها طبعا كده. انا قلت اللي عايز يحط سكر يحط معلقه سكر ومعلقتين سكر. خلاص. بعد الميه ما غليت، كوبايه الميه اللي احنا بنشرب بيها الشاي، المج اللي احنا بنشرب بيه الشاي، تمليه وتخليه يغلي. وبعد كده تحطي عليه كوبايه من الحنفيه بارده كده زي ما احنا شايفين كده. هنحط عليه ايه بقى؟ هنحط بقى الجيلي التاني اللي هو المانجا. انا عندي بحبه المانجا، فانا قلت اخليه ايه، 2 مانجا وواحد فراولة وواحد رمان. خلاص. بس انا هحط على المانجا دي، مش هحط مانجا بقى، هفاجئكم انا هحط ايه. بسم الله ما شاء الله. هقلب بقى كده الجيلي المانجا بتاعنا. يبقى احنا خلصنا من ال الطبقة التانية اللي هي مانجا، جيلي مانجا، وحطينا عليه مانجا، مكعبات مانجا جمدت. عملنا الطبقة التالتة. بسم الله ما شاء الله. اديني بقلب الجيلي اهو، يدوب الجيلي، يدوب خالص 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 الجيلي. خلاص. دلوقتي الجيلي داب خالص في المية كده. خلاص. بعد ما داب بقى احنا هنعمل ايه؟ هنجيب القالب بتاع الجيلي بتاعنا كده. بصوا بسم الله ما شاء الله. هنملؤ الجيلي بتاعنا هنا اهو فوق الطبقة التانية. بسم الله الرحمن الرحيم كده. نوطي ايدينا شوية كده عشان ما يطرطش كده. طبعا لما احنا مش هنحطه الا لما ايه، الا لما يبرد. خلاص. حطينا الطبقة التالتة. هنحط ايه بقى؟ المفاجأة، هحط رمان برضك. هحط ايه؟ هحط رمان. هحط ايه؟ هحط رمان كده 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 كده. هيبقى شكله بسم الله ما شاء الله تحفة. هيبقى شكله ايه؟ تحفة. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بصوا اهو. بس كده هيبقى قالب جيلي بالمانجا والرمان تحفة من الاخر كده. هنحطه برضك في التلاجة بعد ما يجمد. هنشوفه ان شاء الله. مستعجلة عليه، حطيه في الفريزر مش اقل من ساعة. مش اقل ايه، مش اقل من ساعة. هتحطيه على الرف مش اقل من 4 ساعات يتماسك. ونعمل الطبقة التانية عشان دي ما تخشش في دي. خلاص. يلا بينا. دلوقتي يا حبايبي بصوا الجيلي بتاعنا، جيلي الرمان بالمانجا. بسم الله ما شاء الله تحفة. تحفة. بسم الله ما شاء الله. احنا بقى هنقلبه كده كده ونقلبه. ودلوقتي قلبناها، نشيلها بقى بالراحه كده ايه، ونسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. حبيبي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. تحفه. بصوا الجيلي عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. بصوا التصوير مش مديلها حقها خالص. التصوير مش مديها حقها خالص. بصوا عامله ازاي المانجا بالجيلي الفراوله والرمان. بسم الله ما شاء الله تحفه 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 تحفه. انا هقطع بقى جزء منها كده